نبي نصلح معكم طريقة الحنيني. 11 قرص نفس هذا الكبير، نقصصه بالشكل كذا، نغمس بالحليب، نصفيه عن الحليب. كيلوين تمر و11 قرص. بعدين عاد نطحن تمر وبعدين قرصان. مرة تمر ومرة قرصان. الحين حطينا 11 قرص وكيلوين تمر. اللي يبي حلاوة زايد يحط كيلوين تمر. بعدين نحط رشة الليمون، كاس صغير ليمون. بعدين نحط بيالة زبدة مقشودة. بعدين نخلطه بالشكل ذا عشان يختلط ببعض. اللي يبي أقل حلا يحط كيلو تمر و11 قرص. نقصه عاد نحطه بالعلب. بعدين بالشكل نحط زبدة مقشودة، زبدة مقشودة لازم، ترى ما تضبط الحنيني إلا بالزبدة المقشودة. الحنيني جهز، نحطه بالفريزر بس نطلعه برا ونحطه يما على الدفاية ولا بالفرن. الحين جهزت. ما يصلح تطلعونه من الثلاجة على طول تحط على النار، ما يصلح، غلط. لازم تطلعونه قبل. لا صرتوا تبونه الظهر تطلعونه الصبح، لا صرتوا تبونه بالليل تطلعونه الظهر. وبالعافية تحطونه على نار هادية